عليكم ورحمة الله. أخباركم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا طيبين وبخير. النهاردة عندي ضبط سكة فقلت أشارككم الفيديو ده، يعني كل التفاصيل بتاع ضبط السكة وتربيط الفلنشات من أول بداية الشغل لحد آخره. طبعا هو براكت واحد عشان خاطر الفيديو ما يطولش. ففي البداية أنت بتكون منزل الخيطان أقل من الدي بي جي ب2 سنتي، سنتي ناقص من هنا وسنتي ناقص من هنا، ده على حسب ما انت متعود تشتغل. يعني في ناس بتنزل ناقص 2 سنتي من هنا ناقص 2 سنتي من هنا، بس انا الصراحة بنزل ناقص سنتي واحد. وبالنسبة لللفت احنا بنشتغل بخيط ومغناطيس. طبعا الطريقة دي جديدة جدا في شغل المصاعد، بس انا طبعا اتعلمتها في عمان. هنا احنا في مصر كنا بنشتغل بجهاز لفت. طبعا أجهزة اللفت مختلفة، كل جهاز لفت ليه طريقة غير جهاز اللفت التاني، بس في الآخر النتيجة بتكون واحدة. لكن ده مغناطيس، بتحط الخيط تلزق الخيط في العمود، وبعد ما تخلص تشتغل الزاوية تطبع الزاوية على العمود وتمشيها على سن الزاوية كده، تمشيه على نص الخيط. يعني لو خيط 2 مللي تخلي سن الزاوية ياخد ملي واحد، يبقى انت كده ماشي ايه، ماشي نص السكة، يبقى نص الزاوية في نص الخيط. طبعا في البداية بتربط نص تربيط البراكت، عشان خاطر لما ترجع سنتي او تقدم سنتي، لما ترجع ملي او تقدم ملي ما يردش منك تاني. طبعا السكيل، هذه الطريقة بقول لكم عليها اهي، بتمشي الزاوية على السكة وعلى نص الخيط. حلو. طبعا بالسكيل بتشوف السنتي اللي هو بين الخيط ما بين السكة، وبعدين بتشوف بالزاوية المسافة المسافة مظبوطة، يعني اللفت مظبوط ولا لا. والأفضل تخلي 9 ملي بس بين الخيط ما بين العمود، عشان الملي ده تظبط بيه اللفت. لو اللفت عايز يجي يمين تضرب ناحية اليمين، لو اللفت عايز يروح الشمال تضرب ناحية الشمال. طبعا بتفضل مع البراكت ضربة يمين وضربة شمال لحد ما تظبط معاك السنتي والسنتر واللفت. طبعا دي طريقة حصرية. طبعا هو اللفت مغناطيس عادي وخيط ب2 ملي، تلزقه في العمود في سكة من هنا وفي السكة من هنا. هذا انا بشوف بالسكيل السنتي وصل مظبوط ولا لا. طبعا السكيل فيه النص ملي، ما ينفعش يبقى فيه نص ملي في الشغل، انتوا طبعا في المصاعد فاهمين. فانا دلوقتي خلاص جربت اتاكد انه خلاص مظبوطه، الزاويه ماشيه مع نص الخيط. يعني تاخد تاتش كده من الخيط ال2 ملي، تلمس الخيط. وطبعا اللف ده اصلا بيتعمل عشان خاطر الكراسي اللي هي الشوز، عشان الشوز يمشي في اتجاه واحد، ما يعملش صوت من اول الليفت، يعني من اول دور لحد اخر دور. طبعا احنا عندنا البراكيتات هنا كل 2 متر بنحط براكيت. طبعا دي براجع على السنتي وبراجع على اللفت وبراجع على السنتر. طبعا ال9 ملي ممكن تاخده بالسكيل وممكن تاخده بالعين، ولو بالعين بيكون افضل. يعني السنتر بترجع لورا، خلي السكة التانية في ظهرك وتقف وتخلي يعني الخيط في نص عينيك كده، هيديك السنتر بتاع العمود. لانه 9 ملي مش محتاج سكيل ولا متر، اهو زي ما بقول لكم كده. اهو تقف اهو نص السكة بالظبط وتبص وتشوف الخيط سنتر العمود ولا لا. طبعا ده شيء اساسي عشان خاطر المسافه بين المسافه 3 سم اللي بتكون بين العتبه بتاعه الكابينه والعتبه بتاعه الباب الخارجي. لو المسافه دي اختلفت لو المسافه دي اختلفت هيبقى مثلا تيجي عند الباب هيديك من جنب، هيديك الاختلاف من جنب. مثلا بدل ما هي 3 سم يديك 3 سم وملي، على حسب ما انت يعني مش ظابط السكة. يعني لو السكة دي مثلا خليت فيها ملي، راح يديك 3 سم وملي بين العتبتين. طبعا اتأكدت ان الشغل بالنسبة للبراكت ده الشغل تمام والشغل مظبوط. بدأت اربط خالص، يعني اربط نهائي، لان انا في الاول كنت مربط نص تربيط عشان خاطر اي ملي احركه ويفضل ما يرجعش ما يردش. خلاص احنا كده بنفنش الشغل. طبعا مسامير 19
هي الرابطة الماسكة البراكت. واتأكد تاني بعد التربيط، اتأكد على شغلك. ودي السبورتينات بأكد مربطهم، بس بأكد عليهم عشان خاطر يعني ما تنساش حاجة، أو بعد الشغل ما يبقاش في خلل. وبرجع الشغل بعد التربيط. ده اللفت مظبوط تمام، السنتي مظبوط تمام، 10 ملي السنتي، 10 ملي يعني ما يبقاش في نص ملي زيادة ولا نص ملي ناقص. طبعا رحنا الناحية التانية عشان خاطر نشتغل براكت الكبير. نفس الموضوع اللي عملناه هنا هو اللي هنعملوه هنا هنا. نربطه نص تربيط، عشان احنا بنرفع العمدان اصلا. البراكت ده الوحيد اللي بسيبه مفكوك، باقي البراكت كله بيتربط ما عدا البراكت الصغير ده اللي هو 6 سم، هو طوله 6 سم بسيبه مفكوك. لما اجي اربط لما اجي بشتغل في اللفت ببدأ اربطه بقى على حسب الشغل. بربطه نص تربيط وابدأ بقى ايه، اديني بشتغل على السنتي يعني بالعين. شفت السنتي قافل فبدأت افتح ايه عليه. دلوقتي بظبط السنتر بالعين برضو قبل ما ابدأ اشتغل بالمتر ولا الزاوية. ليه؟ لان انت برضو فيك عينك عارف السنتي. النسبة الصنايعية اللي اشتغلوا اللي شغالين في المصاعد عينهم ما شاء الله عتجيب الملي. بس طبعا لازم السكيل ولازم المتر. الناحية التانية ما بستخدمش السكيل، بتستخدم المتر عشان الدي بي جي. طبعا انت ممكن تستخدم السكيل على السنتي، الدي بي جي يفرق معاك في ملي هتبقى مشكلة طبعا. فانت بتستخدم المتر، تشوف المتر بتاعك الدي بي جي ناقص كام او زائد كام، ويستحسن تخليه ناقص ملي. ناقص ملي ليه؟ لانك لما تيجي تشتغل في اللفت احتاج يروح ملي يمين، احتاج يروح ملي شمال، بيجي الملي في اللفت. اهو دلوقتي انا بقيس بشوف الدي بي جي عامل معايا ايه، وببدأ اشتغل على اللفت. طبعا صراحة العمود الفرداني دايما بيكون اسهل من العمود المشترك. بظبط السنتر، وهذا المغناطيس اللي بقولكم عليه، المغناطيس وخيط بس، مش محتاج جهاز لفت ابدا. احنا بقالنا 4 سنين كاملين يعني تقريبا عملت يجي 150 مصعد كل الناس شغالة بيه هنا يعني بالخيط والمغناطيس. طريقة سهلة ومضمونة وبسيطة وبتديك شغل 10/10 وفي أسرع وقت. ليه؟ لأنه أنت عارف جهاز اللفت على ما تربط من هنا وتربط من هنا بياخد معاك وقت، لكن المغناطيس ده ما بياخدش أي وقت. يا دوب بالخيط تحطه تحت المغناطيس من هنا وتحت المغناطيس من هنا، وتبدأ الشغل بتاعك على الزاوية. تمشي الزاوية على جنب العمود اللي فيه الخيط، وتنزل تخلي السن بتاع الزاوية من قدام ياخد تاتش يعني يبقى في نص الخيط، اللي هو لو 2 ملي الخيط يبقى ياخد منهم ملي. تبقى انت كده ماشي شغلك مفيهوش شعراية. طبعا لازم تأكد على اللفت عشان اللفت ده اهم حاجة في الشغل طبعا، لانه اللفت لو فيه ملي راح يجي عنده الشوز ويزمر. وطبعا انت عارف العميل ما بيعرفش في المصعد، ما يعرفش حاجه في المصعد، فلو عمل صوت تحتيه يقول لك خلاص المصعد راح يوقع. فلازم الواحد يراعي ضميره في شغله عشان ربنا سبحانه وتعالى ايه يوقف معاه ويرزقه ويكون فلوسه فلوس حلال يعني. طبعا باكد اهم حاجه الدي بي جي، اهم حاجه في المصعد كله اصلا ضبط السكك. ضبط السكك وكل حاجه تكون بالملي، وخصوصا الدي بي جي واللفت، هم دول اهم حاجتين، الدي بي جي واللفت. وطبعا السنتر اساسي. بس انت كده كده لما تيجي تركب الباب هتاخد المقاس، تبقى نازل خطان للباب، بس برضه بتأكد على مقاس. لما تركب الباب بتاخد من العتبة للعمود من هنا ومن العتبة للعمود من هنا، فده ايه كده كده حتى بعد انت بتركب الباب ممكن تعدل فيه. لكن الدي بي جي واللفت ملهمش تعديل، هو شغلانة واحدة بس. وطبعا لو قفل منك الدي بي جي هيعمل صوت، ولو فتح هتلق منك الكابينة. فلازم كل الشغل يبقى بالملي. لو عايز مثلا تستمر والناس تعرف شغلك نظيف لازم كل شغلك يبقى مظبوط 100. والافضل تخلي المسافة تنزل الخيطان على ناقص سنتي من هنا وناقص سنتي من هنا عشان المسافة ما تبقاش بعيدة تعرف تجيبها بالعين. او زي ما اقولكم، بص انا ببص واشوف السنتر بتاع اخلي الخيط سنتر، وباكد برضو على الباب. لما اجي اركب الباب بقيس من العتبه للعمود من هنا ومن العتبه للعمود من هنا مقاس موحد، اللي هو المقاس بتاع ايه
بتاع باب عمود، طبعا بيكون موحد في كل الابواب ده. وبدأت خلاص أكدت عليه وبدأت أربط بدأت أربط بدأت أفنش تربيط. وبعد ما أخلص تفنيش في تربيط البراكت برجع على المقاس تاني وأتأكد إن شغلي صح بعد التربيط، لأنه ممكن تكون مثلا أنت بتربط راح منك ميل يمين راح منك ميل شمال، يبوظ الشغل وأنت بتربط، فأنت لازم تتأكد على شغلك بعد الربط. وفي معلومة تاني بالنسبة لما تيجي تربط الفلانشة لازم تمشي الزاوية على العمودين، يعني خلي الزاوية على العمود اللي تحت والعمود اللي فوق، شوفها مطبعة ولا لا. لازم الزاوية تكون مطبعة على السكة اللي تحت والسكة اللي فوق في الفلانشة لما تيجي تربط فلانشات. وبأكد على السبورتينات، خلاص أكدت على السبورتينات. راح أجيب المتر، خلاص السنتر مظبوط، أبص على السنتر وده اللفت مظبوط، واجيب كمان الدي بي جي بالظبط، لازم يكون كله تمام. اخر حاجه ديت وانقل على عندنا الصغيرين بتوع التقل. وبالنسبه للعمود الخمسة نفس اللي عملناه في العمود التسعة بنعمله في العمود الخمسة. طبعا هنا عندي الدي بي جي بتاع التقل متر، فانا منزل على 98 وبسيب سنتي من هنا وبسيب سنتي من هنا بين الخيط ما بين العمود. طبعا انتوا فاهمين بننزل تحت نهدي الخيطان على وزن، يعني نعلق وزن في الخيطان ونهديهم لحد ما يديك صفر وتربط خيطانك. بعد كده طبعا ما ينفعش، لازم تعمل الدي بي جي واللفت بتاع التقل برضو يطلع مظبوط، عشان التقل هو طالع هو نازل ما يعملش صوت. لو اي حد عنده اي سؤال انا تحت امركم، اعتبروني اخي ليكم. ما تنسوش اللايك واشتراك في القناة، والى اللقاء.